مساء الهنا والرضا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده طاجن المعمر الجميل على طريقة الريف المصري الأصيل. طاجن خيال يدخل كده القلب بدون استئذان، طعمه ولونه وريحة، انما ايه من جماله هتفتكروه تحلية مش أكل. هقول لكم كل أسرار نجاحه اللي هتطلعوه لنا بالشكل الجميل ده. لونه حلو جدا، طعمه جميل، مستوي كويس، مفلفل كده من جوه، وفي نفس الوقت واخد طعم القشطة وطعم الفرن الفلاحي الجميل. هقولكوا كل الأسرار هتطلعه لكم بالشكل الجميل ده. تابعوني خلال الفيديو عشان نشوف عملناه مع بعض ازاي. هنسمي الله ونبدأ على طول. معايا كمية من الرز المصري، جودته يفضل انها تكون عالية عشان يستوي كويس ومعجنش. عندي لبن حليب فلاحي، طبعا لازم يبقى سايب عشان نغليه قبلها بيوم ونبيته في التلاجة فيطلع لنا طبقة القشطة دي. طبعا لو اللبن معلب مش هيطلع بالشكل ده خالص، دوت كامل الدسم وده المطلوب. شايفين كمية القشطة اللي مخرجاها غير عادية. طبعا ما بخرجش الكمية كلها وبسيب فيه نسبة عشان تسوية الرز. الرز هنا باخده اغسله كويس وبكون محضرة طاجن فخار، وهو ده اللي هيدينا طعم وريحة الفرن الفلاحي. وبنزل في الطاجن ده بمعلقتين كبار من زيت يكون نوع كويس. وبعد ما بغسل الرز بنزل بيه وبقلب كويس جدا الرز مع الزيت عشان اضمن ان هو اتغلف بالزيت ويطلع معانا في الاخر مفلفل ومستوي كويس. اللبن في التوقيت ده بيكون مغلي كويس جدا عشان بنزل بيه بعد كده على الرز وأقلب كويس. أهم حاجة نسبة المية أو اللبن مع الرز. في العادي بنسبة ارتفاع السوائل عن سطح الرز بتبقى مقدار عقلة، المرة دي هضاعفها تبقى عقلتين عشان الرز يتشرب اللبن ويتشبع بطعمه. عندي طبق من القشطة الفلاحي زي ما انتوا شايفين، بشيله في التلاجة لوقت عوزة كده في الفريزر. ابتدي ان انا اضيف منه كام معلقة كده، 5 6 7 معالق عادي يعني. طبعا لو عندي طبق القشطة ده بس بنكتفي بيه وبننزله على سطح الرز. بس انا المرة دي حابة ان انا اكله مع الرز المعمر بعد ما بيخرج. وطبعا ما اكتفيناش كام معلقة كده من السمن البلدي عشان تطلع اللون والطعم الجميل مع طعم القشطة، هتاكلوا حاجة كده وهم. كده اخلاص الطاجن بقى جاهز معايا، ادخله الفرن. بعد نص ساعة بالظبط طلع معايا بالشكل الخطير ده. شايفين السكينة بتجري فيه كده، طري وجميل ولونه حلو قوي. ما شاء الله ريحته قلب الدنيا. شايفين شكل القطعة وهي طالعة جميلة قد ايه؟ ما شاء الله. كأنكم عاملينه من قلب الريف المصري، طعم ولون وريحة الفرن الفلاحي طالعة من قلب الفخار. ولو ظبطتوا نسبة اللبن مع الرز زي ما عملتها لكم هيطلع مستوي كويس طري من جوه، والرزاية في نفس الوقت مفلفلة وطعمها جميل. وميكس بقى القشطة مع الزبدة أو السمن البلدي مطلعة اللون والريحة في حتة تانية. الفيديو خلاص انتهى، يا رب يكون عجبكم. كانت معاكم سبا العريشي، ولا اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.